اخيرا البنك المركزي النهارده خلص اجتماعه تقريبا من ساعتين كده، انتهى لايه الاجتماع ده؟ زياده نسبه الفايده على الاقراض والاقتراض بمعدل 200 نقطه اساس. يعني ايه يا بسيوني 200 نقطه اساس؟ بالبلدي كده الفايده زادت 2%. هيحصل ايه بدايه من يوم الاحد الجاي؟ هتلاقي البنوك المصريه كلها اجتمعت علشان تحدد اسعار الفايده الجديده بناء على قرار البنك المركزي. لانه مش قرار البنك المركزي او مش فايده البنك المركزي دي هي الفايده اللي البنوك هتحطها، لانه ده محتاج ياخد حاجه اسمها كوريدور. كوريدور ده يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه نسبه زياده شويه علشان البنوك برضو محتاجه تكسب. بالتبعيه هيحصل ايه؟ الفايده هتزيد على حسابات الادخار او حسابات التوفير او دفاتر التوفير يعني بالبلدي. اللي واخد قرض بفايده متغيره محتاج يراجع البنك بتاعه علشان يشوف في مده زادت في القرض ولا لا. دي حاجه تانية كمان. هل ده ليه علاقه بالدولار او تحريك سعر الصرف باي شكل من الاشكال؟ ده قرار، او قرار تحديد سعر الفايده ده حاجه، وقرار تحريك سعر الصرف ده حاجه تانية. ده ملوش دعوه بده، مرتبطين ببعض بس دول قرارين مختلفين. كل اللي اقدر اقوله خليكم يا جماعه متابعين الاخبار ومن قنوات الاخبار الموثوقه علشان نتاكد من اي اخبار جديده، وانا اول ما يبقى في خبر جديد هتلاقوني طالع لكم بتكلم معاكم على طول. سلام عليكم.